النهاردة يا صديقي هكلمك عن أغلى قطعة آثار في العالم، قناع الملك توت عنخ آمون. في 28 أكتوبر 1925 تم رفع الغطاء الأخير للتابوت الذهبي داخل مقبرة كي في 62 على يد عالم المصريات هوارد كارتر ليكشف عن قناع الملك الذهبي توت عنخ آمون الصغير بعد أكثر من 3250 سنة اتدفن فيها تحت الرملة. واتنقل القناع في ديسمبر في نفس السنة من وادي الملوك إلى المتحف المصري بالقاهرة، ومعروض النهاردة في قاعة المتحف الذهبية ضمن كنوز الملك توت عنخ آمون. يبلغ ارتفاع القناع 54 سنتي وعرضه 39 سنتي، وعمق القناع 49 سنتي، ووزنه حوالي 11 كيلو. اتعمل فحوصات بالأشعة السينية للقناع وأظهرت إنه مصنوع من ذهب عيار 23 مخلوط بنسبة قليلة من النحاس علشان يكون سهل تشكيله على البارد، وطبقة سطحية خفيفة من ذهب عيار 18 على الوجه والرقبة، وعيار 22 على باقي السطح، بسمك بين 1.5 إلى 3 مللي. لو ركزنا على العيون هنلاقيها معمولة من الكوارتز والجذع الأسود، والحواجب والأهداب من اللازورت. أما شريط الرأس وتفاصيل التاج من زجاج أزرق ملون. ولو بصينا على العقد والشرائط الأخرى هنلاقيها من الفيانس والفيروز. نطلع فوق شوية، فوق الجبين القناع هنلاقي موجود الكبرى وهي رمز مصر السفلى، والنسر وهو رمز مصر العلي، في إشارة إلى وحدة البلاد تحت سيطرة الفرعون. أما إذا نظرنا على ظهر القناع والأكتاف هنلاقي نقش تعويذة من الفصل 151 من كتاب الموتى، تتألف من 10 أعمدة رأسية وعمودين أفقيين، تتوسل إلى قوة الآلهة لحماية الملك وتمكينه من التغلب على أعدائه في العالم الآخر. في عام 2007 أجريت أشعة بلورية كريستالوجرافي على القناع ضمن مشروع المومياء المصرية للتعرف على تركيب السبائك وكشف التفاصيل الداخلية دون لمس التمثال. كشفت الأشعة أن السبيكة الأساسية من ذهب عيار 23 مع طبقة خارجية من خليطين ذهبيين فائقي النقاء بسمك يقل عن 30 نانومتر لكل منهما. في أغسطس 2014 انكسرت اللحية الذهبية للقناع أثناء تنظيفه، فأعادها موظفو المتحف بمادة الإيبوكسي وتعرض بالإصلاح العاجل، وده خلى اللحية اتحركت شوية للجنب. بعد 6 شهور بدأ فريق ألماني مصري بقيادة كريستيان إيكمان إزالة الإيبوكسي وإعادة التثبيت باستخدام شمع النحل الطبيعي، ودي كانت المادة اللي استخدمها المصريين القدماء في تثبيت اللحية منذ آلاف السنين.